السلام عليكم يا أهلي وناسي. أنا جهاد كريم وبرحب بيكم في حلقة من أصعب وأوجع الحلقات على قلبي من قناتي قضايا جهاد كريم. حقك راجع يا محمد. يا ابني، حقك راجع. النهاردة في كفر الشيخ الدنيا كلها وقفت ودموع كتير نزلت لما اتقفل الستار على واحدة من أبشع الجرائم. جرم حصل على شجرة جوافة. أيوة، على شجرة، بس وراه دم ودمع وقلوب مكسورة. النهاردة هنحكي حكاية الشاب الطيب محمد عبد المجيد شتا، عنده 27 سنة، اللي ملوش في الدنيا غير أخوه وناس بتحبه من قلبها، ملوش خصومة مع حد ووقف في وش الظلم وطلع التمن حياته. القضية يا جماعة بدأت بسبب طمع. ناس اشتروا أرض جنب أرض محمد، قالوا له بيع. قالهم دي أرض أبويا وكرامتي مش للبيع. زرع شجرة جوافة في أرضه، شجرة صغيرة، لكنها كانت السبب اللي خلى قلوبهم تسود وعيونهم تشوف الضلمة. عارفين مين اللي كان هيموت تحت جرار؟ أبوهم الكبير حسان. وعارفين مين أنقذه؟ محمد اللي قتلوه بعد كده. الخمسة، الأب حسان وأولاده الأربعة إبراهيم، وليد، مغاوري وحسان الصغير، قرروا ينهوا حياة محمد في لحظة غدر. نادوله في يوم عادي، قالوا له تعالى يا محمد. راح بحسن نية، راح وهو فاكرهم لسه فيهم رحمة، لكنهم كانوا محضرين كل حاجة: عصيان، بنادق، مواسير وشرشيرة. ربطوه وضربوه وقتلوه قدام عينه، وكل واحد فيهم حاسس إنه فوق القانون. لكن الحق ما بيضيعش، القانون رجع والعدالة وقعت الحكم، إعدام لكل المتهمين الخمسة. بس الأب مات في السجن قبل ما يسمع الحكم، ومات كمان ضميره قبله بكتير. النهاردة العدالة قالت كلمتها: حقك راجع يا محمد. رجع يا جماعة، بس رجع جسد بلا روح. القضية دي مش بس عن قتل، دي عن طمع، عن جشع، عن العقول اللي اتسكنت بالكراهية. فاكرين إن الدنيا تستاهل؟ علشان شجرة ضيعتوا 5 بيوت ويتمتوا ولاد وكسرتم قلب معرفتش حتى تعزي في ابنها. أنا جهاد كريم، ودي كانت واحدة من أبشع قضايا الغدر والطمع. قولولي في الكومنتات، هل الشجرة كانت تستاهل الدم ده؟ هل في حدود للعداوة بين الناس؟ ولو كنتوا مكان محمد كنتوا هتزرعوا الجوافة؟ ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده لكل الناس علشان توصل رسالتنا: العدل موجود والظلم ليه نهاية.